بريك تاني مرة 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين برنامج هوايات مصرية، كل سنة وحضراتكم طيبين. اتكلمنا في حلقة يعني الحلم، تفسير الحمام في الحلم ايه. بنحاول نجدد زي ما قلت لحضراتكم. النهارده عندنا موضوع وهو يعني هو ممكن يكون غريب على بعض الناس بس مش غريب على الناس اللي بتربي حمام، اللي هو اكل البيض بتاع الحمام. كنا عاملين في حلقة قبل كده حلقة الانتاج المكثف، وكان في حد سأل البيض الحمام ينفع يتاكل؟ الكلام ده حوالي من 3 شهور او 4 شهور. قلت له بيض الحمام بيتاكل ومغذي جدا وفي ليه فوائد كتير. فحبيت اعمل حلقة ان شاء الله تعجب حضراتكم، فوائد البيض بتاع الحمام. طبعا زمان يعني الطب الشعبي زي ما بنقول كانوا ايه، يقول لك هات البيضه دي، ادي البيض للعيل الصغير، البيض الحمام اكله للعيال الصغيره عشان يتكلم بدري او ينطق بدري. طبعا في حاجات كتير زي كده احنا اللي هو الطب الشعبي زي ما احنا بنسميه الطب الشعبي او وصفات جدتي والحاجات دي. هو علميا، انا يعني علميا على قد ما حاولت ابحث في الموضوع هو ملوش علاقه بالنطق، لكن هو اكل البيض بتاع الحمام مفيد جدا. يعني البروتينات والبوتاسيوم والحاجات اللي موجوده في البيضه بتاعت الحمام 140% مقابل 50% في بيضه الفرخه. يعني بيضه الفرخه 50 فيها بوتاسيوم وفيها فيتامينات وفيها يعني ما شاء الله، وفيها حديد. ويعني انا بحاول كده اتذكر الموضوع كله. الفايدة اللي في البيضة بتاعة الحمام 140% مقابل 50% من بيضة الفرخة، اللي هي البيضة اللي حضرتك بتسألي بيها، اللي هي البيضة اللي بيبقى وزنها حوالي 22 جرام. فده كان بيدوا له الاطفال، سواء لو الاطفال بترضع كانوا بيخلطوه باللبن والحاجات اللي بياكلوها الاطفال. لكن هو في ليه فوائد تانية طبعا، يعني دراسات، وهحط برضو لحضراتكم الفوائد دي في اخر الفيديو كده تقروهم، او احاول اقراها لحضراتكم بالصوت. يعني البيض مهم، يعني اكل بيض الحمام ده احنا كحمام بنربي حمام او كمحترفين حمام، لما يكون عندنا الحصى او حمام التحاضين. يعني حضراتكم عارفين احنا الحصى بتاع الحمام التحاضين احنا ما بنرميه او بنديه لحد محتاجه. بس بيننا وبين بعضينا او اغلبيتنا يعني كنا نجيب البيض ده ونسلقه نقليه ببصل. فده ليه فوائد مهمه برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. ليه يعني الفوائد البيض كتير. يعني هحاول كده برضو ابص لحضراتكم، اقرا لكم، احط لكم الكلام ده على الشاشه عشان تقروه. يعني هو مفيد للقلب والاوعيه الدمويه والشرايين وتصلب الشرايين، عشان فيه كوليسترول اللي فيه مش ضار. يعني الكوليسترول اللي فيه بالعكس هو بيأثر على الكوليسترول الضار في الجسم، يعني بيبقى مفيد للشرايين وعضلات القلب والكلام ده كله. طبعا طرق استخدامه برضه هحطها لحضراتكم في الشرح. وهو بيقوي الجهاز المناعي برضه، سواء كلته مسلوق، بس كل ما يكون مسلوق بيبقى القيمه الغذائيه بتاعته اكتر من انت ان حضرتك تقليه. مفيد للحوامل في اول شهور، يعني في اول شهور من الحمل، عشان في نسبه الفوسفات عاليه وبيأثر في الحمض النووي للجنين. ففي الاشهر الاولانيه بيبقى الستات الحوامل بيبقى مهم جدا ليهم. يعني طبعا كل ده مش كلام انا، دي دراسات انا يعني ترجمت بعضها من بره، وفي منها موجود على السيطات او الصحف، سواء بقى مجلات او ندوات علميه. الكلام ده كله موجود. يعني انا حاولت اختصر الموضوع، لكن اكتشفت من خلال البحث دون ان البيض بتاع الحمام ليه فوائد كتير قوي. بس محدش يقول انا عايز اشتري منك بيض، عشان انا اصلا ما ببيعش حمام، عشان محدش يكلمني على البيض. طيب يعني انا اقول لحضرتك ان اللي هيبقى عنده كميه البيض دي طبعا يعني ربنا يديله الصحه. يعني احنا كنا في المزرعه بتاعت الاستاذ محمد عطا،
يمكن استاذ احمد بدري، شوف كان بيض قد ايه بيبقى ما شاء الله يعني. كان كل يوم مثلا 20 30 بيضه من بتوع الحمام دون بنوزعهم على اصحابنا اللي هم لسه مبتدئين عشان يزودوا يبقى عندهم انتاج من الحمام دون. بس ده كان موضوع الحلقه بتاعنا النهارده اللي هو اكل البيض للحمام. فكرني برضو بحد كان بيقول لي الحمامه بيضت عندي 3 بيضات، فانا قلت له عادي ما فيش مشاكل، بس كان في تعليق كويس كده يعني وعجبني، هو تعليق كوميدي كده يعني. فبيقول لي اعمل ايه الحمامه باضت عندي 3 بيضات، ففي حد رد عليه بيهزر معاه يعني، فبيقول له خد واحده، الحمام بيرد على بيضتين. قال له طب اعمل ايه؟ قال له خد واحده ارقد عليها. فكان تعليق كوميدي. طبعا انا ما بحذفش اي تعليقات عندي خالص، حتى لو كانت ما كانتش ايجابيه، بس الحمد لله يعني الحمد لله ما شاء الله بفضل الله وبرحمته وحضراتكم معانا طبعا السبب الاساسي اللي مخلينا نكمل لحد دلوقتي دون. لو بصيت على التعليقات الايجابيه والتعليقات السلبيه في القناه هتلاقيها اقل من 0.5%، يعني 3 من يعني اقل من 3 من 10 يا استاذ ابراهيم. يعني نسبه يعتبر لا تذكر يعني. واللايك والشير والكلام دون برضو الحمد لله القناه بفضل الله في تقدم بسبب حضراتكم، وكل ما بنلاقي تعليق ايجابي بنحاول نعمل الاحسن يعني كل حتى الناس اللي يعني في ناس حتى كانت بتتكلم على في فيديو كان استاذ احمد كان حاطط الاضاءه من قدام، فهو مش عاجبه الاضاءه، هو بيقول ان الاضاءه دي عامله زي كاني فيلم رعب، بس احنا مضطرين ان احنا نجدد عشان ما تزهقوش مننا. انت مش كل شويه هتشوفني قاعد في عشه حمام او بوصف الحمام، لا احنا بنحاول نجدد عشان ايه. يعني احنا النهارده احنا بنصرف الاستوديو عشان احنا في رمضان والوقت بيبقى معانا ضيق شويه، غير ما تشوفني كل شويه في نفس العشه في نفس المكان والمواضيع بتتكرر. احنا بنحاول نبتكر يعني مش اكتر عشان نفضل على تواصل مع حضراتكم. ده كان موضوع الحلقه، ممكن يكون بعيد شويه عن الحمام، بس برضه هو في الحمام، بس مفيش تعليم جديد في الحمام الحلقه دي، بس احنا بنحاول نغير. ان شاء الله في حلقه مع الاستاذ ابراهيم حسن بامر الله هنتكلم فيها عن الكمبيوتر ومبادئ الكمبيوتر، هنصورها معايا دلوقتي ان شاء الله وهنزلها لحضراتكم على القناه عشان نحاول يكون الاستفاده في اكتر من مجال. استودعكم الله، اخوكم محمد صلاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.